سعد بن أبي وقاص، وكان عمره حين أسلم 19 سنة، وهو أحد العشرة وأحد الستة أصحاب الشورى، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه، وأول من أراق دما في سبيل الله. هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد، وكان يقال له فارس الإسلام، وأبلى يوم أحد بلاء شديدا، وكان مجاب الدعوة. استعمله عمر بن الخطاب على الجيوش التي بعثها إلى بلاد فارس، وكان أمير الجيش الذي هزم الفارس بالقادسية ويجللا وغنمهم، وفتح مدائن كسرى وبنى الكوفة. وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه العراق. ورمى سعد يوم أحد 1000 سهم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه اعتزل سعد الفتنة، فلم يقاتل في شيء في تلك الحروب. توفي سنة 55 بقصره بالعراق على 10 أميال من المدينة، ودفن بالبقيع. وكان أدم طويلا ذا هامة.